حياكم الله متابعين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كل بخير، صحة وعافية يا رب. وكل الهلا بضيوفنا الجدد شرفونا وزاروا قناتنا. وهنا خير الكلام الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بلشت روتيني ورا الريوق. عندي هنا بطاطين يحتاجون غسل، غسلتلهم، فتحت الماي الحار، حطيت قلاص من التايت والزاهي وشوية كلور، وراح انقع البطانية واخليها منقعة نص ساعة، بعدين ارجع عليها اغسلها. وهنا بعد ما نقعتها ورا نص ساعة ورجعت لها، كملت غسلها. وراح احطها على هذا الكرسي اخليها توشل من الماء، وبعدين اشرها. بدها البطانية الثانية وشريتهم اخليهم ينشفون. وراح اسوي اليوم هنا على الغدا بامية. عندي هنا بامية والثوم نظفته والبامية قصصتها. وهنا عندي طماطة هم راح اخلطها بالخلاطة. بعد ما قصصت البامية راح انقعها ملح. انا مود اي شي سوا بالبامية يطيح تنقيع الملح. عندي هنا اللحم سالقته قبل بوقت، وحطيت عليه زيت، وحطيت هنا شوية بصل وشوية بهارات، وضفت البامية. راح اخلي البامية تحمس ويا اللحم وتذبل، وبعدين اضيف المعجون. هنا عندي راس من الثوم حطيته، وهنا نص من راس من الثوم دقيته راح احطه عليه. وهنا راح احط 3 خواشيق من المعجون، احمسهم ويا البامية واضيف عليهم شوية ماي، اخلي ريحة المعجون تطلع. بعد ما حمسه كل زين، عندي هنا الطماطة خالطتها وشغلتها، راح اضيفها عليهم. راح اتركهم يحمسون. عندي هنا تمن غسلته وراح انقع عنه. وهاي بعد ما حمست مرقتنا ولون البامية تغير. وهاي هنا حمسة وكملة وضفت الماي. وهاي بعد ما استوت مرقتنا صارت بهذا الشكل. وهنا التمن استوى. وهذا غدانا وصبيته ويا القاسم الله، والحمد لله، والله يديم النعمة من الزوال، وسهمكم العافية. وهنا راح أشارككم فقرة العشاء. سويت على العشاء أصابع البطاطا المقرمشة. عندي هنا 3 حبات من البتيتة أو البطاطا، سالقتهم وراح أهرسهم.
وهاي هنا بعد ما هرستهم صاروا بهذا الشكل، راح اضيف عليهم التوابل. وهنا فرغته بهذا الماعون اوسع على مود اقدر اعجن بيه. عندي هنا توابل كركم وبهارات وبابريكا وملح وفلفل اسود راح اضيفه عليهم. وهنا عندي 3 خواشيق من النشا، وراح اخلطهم واعجنهم. وهاي هنا بعد ما عجنتها وكملت راح اشكلها على شكل اصابع. اغطس ايدي بالنشا وبعدين اخذ العجينة واكورها واسويها على هذا الشكل. صارت لي هاي الكمية. راح افرسهم احطهم بالفريز، ضروري تجمدونهم. وهاي هنا بعد ما فرزتهن وطلعتهن جامدات، وحطيت هنا الدهن بالتاوى واخليه يحمي. وهنا راح ابدي اقلي، وقليت وصارت بهذا الشكل ومقرمشات، وهذا لونهم الحلو الذهبي. وهاي هنا بعد ما قليته وصارت مقرمشات وطعمهن كلش حلو. حبوا الجهال وحطيت لهم وياه كاتشب وكيلو. وهنا قاعدة اوريكم شلون مقرمشات من برا ومن داخل هشه. وراح اخبز هنا على وجد. وبعد ما خبزت وكملت وراح اسوي هنا العشاء ويا البوتيتس باكيتي. هنا حطيت الماي فار وخاشوقة ملح وشوية زيت. حطيت السباكيتي اخليهم يسلقون. بعد ما سلقوا صفيتهم من الماي. وهنا راح احمسهم شوية فلفل بارد. وحطيت هنا خاشوقة معجون راح احمسه ويا الفلفل البارد. وهنا ضفت عليها قلاصة من الماي خلي ريحة المعجون تطلع. شوية اخذ حمسة زينة اضيف السباكيتي. ها بعد ما حمسه وكملوا ضفت السباكيتي. وراح اضيف عليهم عصرة ليمون. وهذا عشانه قدمنا ويا القاسم الله عشاء سهل وبسيط. وسلامكم العافية. هنا راح اسوي عصير الجهال. عندي فلاونزا وقلت اقوي مناعتهم بهذا العصير. عندي 2 ليمونات و4 من البرتقالات قصصتهم بهذا الشكل وطلعت النوى من عندهم. وهنا بعد ما كملت تقصيص وقطعته بهذا الشكل وراح احطه بمحضرة الطعام واضيف عليه كوبين من الماء. وعندي هنا 3 خواشق من الشكر لان عندي هذا البرتقال حامض طعمه طيب مو عراق وحالي تصدير. وبعد ما خلطته بهاي الخلاطة او محضرة الطعام هنا راح اشخلنه. وها بعد ما شخلته وكمل وصار هذا العصير. وهذا العصير. وهنا كمل عصيرنا وصارت هاي الدولكة وصار طعمه كلش طيب ولذيذ. وبنات راح احكيلكم عن فرصة عمل من داخل المنزل اللي حابة تشتغل او عندها مهارة او تقول اريد اشتغل
تدخل على هذا الرابط راح أحطه بأول تعليق مثبت، تدخلين عليه تلقين هناك مدربات هم اللي يعلمونكم شنو الشغل ونوع الشغل. حبيت أفيدكم بهذا الشغل ولعدها خبرة أو ذكاء. وأنتم من تدخلون هناك تلقون شرح مفصل على هذا النوع الشغل. واللي هنا أترككم في حفظ الرحمن، مع ألف سلامة.